السلام عليكم رجاله حنفي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقه جديده من فانتازي الدوري الانجليزي، فانتازي بريمير ليج للجوله الرابعه. كلام كتير عايزين نقوله، في توقف هيحصل، نخلي بالنا من تغييراتنا، نوفر التغيير اللي نعملها. كل ده هنتكلم فيه، وركز معايا ويلا بينا. في بداية كلامنا احب اشكر رجاله حنفي اللي مشرفانا ومنورانا من السنه اللي فاتت، والناس الجديده لسه مشرفانا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان اللايكات دي بتساعد على انتشار الفيديو، بتساعد ان رجاله حنفي وعائله حنفي تكبر كمان. ما تنساش تشترك في القناه وتشترك معانا في جميع المنصات اللي موجوده على حضراتكم على الشاشه، وكمان تشترك معانا في الليجا FBL حنفي. احنا دايما في حلقاتنا بنبدا بالماتشات وبنتكلم عليها واللعيبه. انا المره دي هختلف شويه، حاجه اتكلم معاك في الاخبار مبدئيا مهمه جدا جدا نخلي بالنا منها. واول خبر معانا الا وهو ان غياب فاران عن مواجهه ارسنال، وكمان عن بدات اسابيع الاخبار نزلت بعد كده ان فاران هيبعد شويه عن الملاعب بسبب الاصابه. فنخلي بالنا عشان في ناس كانت معاها فاران، فنخلي بالنا ان فاران مش هيلعب. الخبر الثاني معانا وهو خاص بأونانا حارس اليونايتد، هيرجع يتمرن طبعا مع منتخب الكاميرون اللي هو هيشارك في كأس افريقيا في منتصف الموسم، اللي هو شهر 1 شهر 2 على حسب بقى كل منتخب هيوصل لأنهي مرحله. وثالث حاجه عايز اقول لك، خلي بالك ان الجوله الرابعه بعد كده هيبقى في توقف دولي، هيبقى في اسبوعين مفيش فانتازيا. هنخلي بالنا ان تغييراتنا لازم نبقى حريصين جدا عليها. ممكن بعد التوقف دوت يبقى في ناس مصابه، الناس اللي معاها وايلد كارد ما تستعجلش على الوايلد كارد، وانا قلت الكلام ده في الحلقه اللي فاتت. فاتقل واحده واحده، هنمشي بالراحه خالص، والاولويه طبعا هنعملها. ماتشاتنا هتبدا يوم الجمعه الساعه 10 بالليل، يعني ديدلاين قبلها بساعه ونص، 8 ونص بتوقيت مصر طبعا. ما تنساش تعمل بقى حركاتك وتغييراتك وتكاتك قبل الديدلاين. واول ماتش هيكون ما بين لوتون وويستهام. تعال نتكلم سكه ودور على ويستهام، نجيب مين فيها. تعال نتكلم رقم واحد، ممكن نقول انطونيو، ده هيبقى اختيار ديفرنشال وكويس جدا للناس اللي بتحب التغيير، اللي سعره 6 مليون، مهاجم. ماتشاته كلها اللي فاتت كان عامل فيها شغل كويس جدا. هو ماتش اللوتون بعد كده هيبقى عنده ماتشين صعبين، اللي هو السيتي في ليفربول، بس طبعا اوبشن كويس جدا برضو انطونيو. الاوبشن الثاني معانا وهو بوين طبعا اساسي معانا، الراجل من اول الموسم 9 نقط في 11 في نقطتين، بعد كده في 12 نقطه. فالراجل عامل مستوى خرافي جدا وجميل جدا الصراحه. بوين انا من عشاق بوين الصراحه، بسعر 7 مليون، ونسبه امتلاكه برضو مش قليله 7.9، وممكن بكره ولا حاجه يوصل ل 8%. واللاعب رقم 3 ان انا طبعا معشوق، اللي انا بحبه جدا الصراحه، وهو وورد براوس، كينجز اوف فري كيكس. الصراحه انا بحب وورد براوس جدا، سعره 6 مليون، نسبه امتلاكه 5%. لقطه يعني اللي انت حط خط النص عادي مفيش مشكله، مش هيأثر معاك في حاجه. رقم 3 بالنسبه لويستهام. رقم 4 لو عندك اريولا ممكن تنزل بيه الماتش ده عادي جدا، ممكن نطلعوا كلين شيت. شيفيلد يونايتد وايفرتون، بصراحه انا مش هرشح حد من الاثنين، بس الواحد لو عنده بيكفورد انا ممكن انزل بيه زي حالاتي، غير كده ما رشحش اي حد فيهم خالص. برنتفورد وبورنموث، طبعا الاثنين كانوا بلانك بالنسبه لويسا او موبويمو، اصبر عليهم مفيش مشكله، هيهدفوا ممكن في الماتش ده. وبالنسبه للناس اللي بتحب الديفرنشال اللي عندها سولانكي في الهجوم، في ناس بتاع عندها سولانكي، ناس بصراحه دماغها حلوه المظاهر كده بتحب تفكر، عندك سولانكي خليه، بس ما تروحش تجيبه. الناس اللي عندها موبويمو وعندها ويسا اصبر عليهم، هيجيبوا اهداف ان شاء الله. بيرنلي وتوتنهام، مفترض ان الماتش ده ساب بالنسبه لتوتنهام تكسبه عادي جدا مفيش مشكله. الناس اللي عندها ريتشارلسون كان عنده ماتش في الكوره كاب، اصابه خفيفه، مش عارف مفيش خبر نزل لحد دلوقتي، المؤتمرات الصحفيه لسه ما نزلتش. طبعا احنا هننزلها عندنا سواء على تويتر او على الفيسبوك، فنصبر على ريتشارلسون. لو انت زهقان من ريتشارلسون فانت عندك حل اوبشن واضح وصريح، وهو ماديسون الراجل اللي انا برضو بحبه، جميل جدا بصراحه. يعني من اول ماتش نزل معاهم جاب 9 نقط في 3 في 10 بحصيله 22 بونت، يعني نسبه امتلاك 20%، بسعر 7.7. اوبشن محترم جدا ماديسون لو فكرت فيه. بالنسبه للخيار الثاني في الدفاع وتوتنهام هو اودوجي، الراجل المحظوظ، والناس اللي محظوظه معاه اودوجي الصراحه ماشي معاهم حلو وجميل الصراحه. يعني الراجل جاب نقط في ماتش يونايتد، جاب 12 نقطه في ماتش بورنموث. فالناس اللي عايز تروح تجيبه في 4.6 سعره جميل الصراحه، و9.4 ممكن يخش في امتلاكيه 9.5 كمان في المية. فالناس عايز تجيبه مفيش مشكله، بس برضه حاول تبص على اللونج تيرم شويه، عندهم بس ماتشين بعد كده هيلعبوا الارسنال في ليفربول، فالماتشات مش تبقى قد كده. بس من ضمن الناس اللي ممكن كبادجت بتعمل وايلد كارد، لو انت مستعجل على الوايلد كارد قوي ممكن تجيبه مفيش مشكله خالص. تشيلسي وفورست، الماتش ده بصراحه انا شايفه مش سهل. ليه؟ تشيلسي فايت والدنيا تمام معاها الماتش اللي فات قدام لوتن، بس فورست غلسه، يعني غلسه ممكن تجيب كلين شيت، ممكن تغلس على اي فرقه تلعب قدامها،
ممكن تتغلب مفيش مشكله، بس هتبوظ الكلين شيت على اي حد. طيب تعالى نتكلم على تشيلسي. الناس اللي بتجري طبعا ورا الفورمه، يعني ساعات بستغرب الناس بتجري ورا ستيرلينج عشان فورمه. انا ستيرلينج حلو وجميل وكويس، بس انا ساعات بحس انه ماتش و10 لا، يعني ماتشين و5 لا. يعني فورمه، لو هنجري ورا الفورمه هاته، ما عنديش مشكله خالص. اوبشن، بص اوبشن جميل ومخاطره و10 على 10، يعني ارقامه يعني كويسه. هو بس يعني من اول الموسم مش شايفه عمل حاجه قويه غير في ماتش لوتن، عشان لوتن يعني فرقه سهله كويسه الى حد ما مع الناس كلها تقريبا. فهو جاب 19 بونت، يعني الراجل جاب جونين واسيست. فالراجل بصراحه مظبط الدنيا، عايز يجيب ستيرلينج جات ومفيش مشكله خالص. والاوبشن الثاني في الهجوم هو جاكسون. طبعا الناس اللي عايزه تروح تجيب جاكسون او عندها جاكسون خليك عليه، مفيش مشكله خالص. بالنسبه طبعا للدفاع مفيش اختلاف عليه، وهو تشيلويل. طيب انا عايز اجيب حد غير تشيلويل، عندك ديساسي بسعر 5.1 برضه كويس جدا بصراحه. هو تشيلويل 5 و8 وده 5.1، ونسبه الامتلاك تعالوا نشوفها مع بعض قد ايه. نسبه الامتلاك 7.1 مش قليله برضه، الراجل كويس ممكن نجيبه ويعمل حاجه كمان. الناس بقى الرايقه اللي بتحب تعمل ديفرنشال، انا لسه مخلصتش من ماتش تشيلسي وفورست. تعالى نتكلم على فورست. الناس اللي عايزه تجيب ايوي ولا ايوي، والله ما عارف اقول اسمه عامل ازاي، بس المهاجم 6.5 ونسبه امتلاك 3.3. مفيش ماتش ما جابش فيه حاجه. يعني ماتش اول في الجوله الاولى قدام ارسنال 7 بونت عشان عامل جاب جون. بعد كده ماتش تشيفيلد جاب جون، وفي ماتش اليونايتد جاب جون. فبصراحه انا شايفه اوبشن ديفرنشال وقوي. يعني عندهم تشيلسي، بعد كده عندهم بيرلي، بعد كده السيتي، بعد كده رجع برنتفورد، كريستال بالاس، فلوتن. ممكن ايوي دوت ولا ايوني دوت مش عارف اسمه ايه، ممكن تجيبه معاك في الديفرنشال معاك. السيتي وفولهام طبعا على ارض السيتي رقم 1 بالنسبه لنا من غير نقاش ولا كلام كتير، وهو بازوكا هالاند. في ناس تقول انا عندي هالاند، عندي الفاريز، مفيش مشكله، اوبشن كويس جدا. في ناس تقول انا عندي هالاند وما عنديش حد تاني، لا خط النص ولا خط الدفاع، اديني حد خط نص واحد على الاقل. انا هقول لك الاوبشن بقى اللي انا يعني السنه اللي فاتت كنت بقوله، وفي اول الموسم قلته وبدع وجاب جوان، وانا ما جبتوش لسه لحد دلوقتي، وهو رودري اللي هو رودريجو. بصراحه انا شايف الراجل ده بسعره 5.7 ونسبه امتلاك 12.2، اوبشن محترم جدا. لو حد عايز يعمل مخاطره في خط النص مكان ريتشارلسون، اطلع يا باشا من ريتشارلسون وهات رودري، اوبشن محترم جدا. في ناس كانت بتقول لك، يعني شفت ناس تقول لا ايه رودري دوت ومعناه بايه، على الاقل الراجل رجله مدفعه جايه، ممكن تطلع تطرشق في الجون كالعاده، يعني فاهم قصدي. طب الناس دلوقتي اللي مش عايزه طبعا رودري مثلا في خط النص، عايز يجيب حد دفاع مع هالاند. طيب تعالى اقول لك على جارفارديول، انا شايفه اوبشن محترم جدا وكويس جدا. 6.3 نسبه امتلاك وسعره 5.1، اوبشن محترم وديفرنشال وكويس جدا. 6.3 على فكره ما يعتبرش ديفرنشال، اللي هو يعتبر نسبه امتلاك مش قليله وكويسه. 6.3 ممكن تعلى بكره ولا حاجه، فبرضه اوبشن كويس. برايتون ونيوكاسل، السؤال اللي دارج دلوقتي حالا، ابيع رجاله برايتون ولا لا؟ استوبنيان، ميتوما، جواو بيدرو، الدنيا دي اعمل فيها ايه؟ رايب اقول لك على حاجه. ميتوما انت ممكن تبيعه مفيش مشكله، مارش ممكن تبيعه مفيش مشكله، جواو بيدرو ممكن تبيعه مفيش مشكله، انما استوبنيان يعني ماتشات صعبه ماتشات سهله، الراجل ده ما يطلعش من فرقتك زي السنه اللي فاتت. تريبيير عندنا ما كانش بيطلع سواء فرقه سهله او صعبه. طيب الماتشات بتاعت برايتون يعني عندها نيوكاسل في اليونايتد، بعد كده بورسوس في استون فيلا، بعد كده ترجع ماتشات ثاني صعبه، الليفر في السيتي. في العالم الراي تخلي استوبنيان بس عندك فقط لا غير، ممكن تبيع مارش او ميتوما او جواو بيدرو. من الناحيه الثانيه بالنسبه لنيوكاسل شكلنا كده عندنا نرجع تريبيير تاني من اول وجديد. ماتشات نيوكاسل عموما الفتره الجايه هتبقى كويسه جدا لحد الجوله العاشره تقريبا. فالناس اللي بتفكر ترجع تريبيير طبعا ما فيش مشكله، الناس اللي بتحب تفكر تجيب الميرون من اول وجديد ممكن الديفرنشال، بس خلينا في المضمون. الناس اللي بتفكر ترجع تريبيير تاني ممكن ترجعه من الجوله اللي جايه بعد توقف اللي هيحصل ان شاء الله. كريستال بالاس وولفز، الناس اللي عندها ايزي اديله فرصه الجوله دي، الناس اللي عندها ايزي ممكن تديها فرصه الجوله دي، غير كده مش هنروح نجيب حد من كريستال بالاس. ليفربول واستون فيلا، دلوقتي دفاع ليفربول عنده خلل بسبب ان فان دايك خد طرد الماتش اللي فات فمش موجود الماتش بتاع استون فيلا. طيب نبقى على مين او نفكر نجيب مين؟ طيب او نبيع مين في نفس الوقت؟ الناس اللي عندها ديجو جوتا حاول تبيعه، الناس اللي بتفكر في تبيع صلاح خليه، يعني برضو حاول تبقى على ابو صلاح لحد اخر وقت. الناس اللي بتفكر في ديفرنشال في الهجوم عايز تجيب داروين نونيز، اي نعم الراجل كان في دكه ونزل الماتش اللي فات قدام نيوكاسل هبت جونين وكسب واخدوا 3 بونت على اساس داروين نونيز جاب جونين، كان طبعا فيهم اسيست من صلاح. فانا من رايي الشخصي بصراحه اصبر على صلاح،
خلي بالك من دفاع ليفربول. الناحيه الثانيه واتكنز طبعا حاجه اوبشن محترم جدا كويس جدا، الناس لسه معاها واتكنز، خليه معاك الجوله دي، ممكن يعمل اسيستات زي ما بيعمل زي كل ماتش، ممكن يجيب جون او يجي ضربه جزاء، ليه لا برضه. في ناس جت تسالني تقول لي ممكن انزل ديابي قدام ليفربول، اقول لك نزله عادي مفيش مشكله. دفاع ليفربول للاسف ممكن بخبطه واحده من ثرو مره واحده يكسر الدفاع، خصوصا ان فان دايك مش موجود كمان. وقمه الجوله وقمه الاسبوع في الجوله ديت وهو ارسنال ومانشستر يونايتد. على ما اتذكر السنه اللي فاتت ارسنال كانت فايقه، كانت كسبت اليونايتد. دلوقتي قمه صعبه الصراحه، اليونايتد لسه ما استعادش برضه قوته اللي احنا مستنيين، راشفورد وبرونو والدنيا دي كلها. الناحيه الثانيه بالنسبه لارسنال انا شايف ان اوديجارد او شايف ان مارتينيلي بالذات وجبريل هما الاثنين لو معاك اتخلص منهم في اسرع وقت. ممكن ساكا خليه معاك، هو الراس الدنيا كلها، ضربات الجزاء معاه، بيصلح بيعمل جوان، الار2 اللي بيجيبه. ساكا رقم واحد ما تبيعوش طبعا. بالنسبه لمارتينيلي جبريل بيع مخلص منهم على طول. برونو وراشفورد الناس اللي لسه عندها الاثنين ممكن اقول لك خليهم مفيش مشكله. عايز تبيع حد فيهم اتوقع واقول لك ممكن تبيع برونو فرنانديز. تعال نتكلم بقى على خيارات الكابتنه في الجوله ديت. رقم واحد وهو هالاند قدام فولهام، ورقم اثنين ممكن نكابتن ستيرلينج قدام الفورست، والاوبشن رقم ثلاثه في الكابتنه وهو المخاطره بتاعت الكابتنه في الجوله دي وهو ممكن تكابتن بوين قدام لوتن. بالنسبه لتشكيلتي الشخصيه زي ما هي قدام حضراتكم على الشاشه دلوقتي، لسه ما عملتش اي تغيير فيها، بس بفكر بصراحه ابيع جبريل. انا معايا تغييرين بالمناسبه، ممكن ابيع جبريل او ممكن ابيع مارتينيلي واجيب مثلا واحد زي بوين او واحد زي موبويمو. ممكن افكر في الموضوع ده، ممكن اعمل تبديل واحد ما اعملش تبديلين واخلي التبديل الثاني ليه بعد التوقف معايا تبديلين لا قدر الله حد من اللعيبه حصل لها حاجه. طبعا انا بستقبل اي استفسارات بالنسبه للتشكيلات بتاعت حضراتكم على تويتر او على فيسبوك او على هنا على يوتيوب، مفيش اي مشكله خالص، اتواصل معايا في اي وقت انا هكون معاك ان شاء الله. بس كده كانت حلقه النهارده من الجوله الرابعه لفانتازي الدوري الانجليزي، فانتازي بريمير ليج. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه لو لسه مش مشترك، وفعل جرس التنبيهات عشان اي فيديو جديد يوصلك. واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم.